السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب ثالثة إعدادي، يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مستر زياد عماد مدرس الدراسات للمرحلة الإعدادية والتاريخ للمرحلة الثانوية والبكالوريا. النهارده حبايب قلبي دفعة الغلابة، دفعة ثالثة إعدادي يا عيني، المظلومين من وهم في سنة رابعة ابتدائي، اللي الدنيا كلها جاية عليهم، محور الدنيا كلها جه وقف عليهم وقال لهم انتوا حظكم وحش، هتبتدوا المناهج الجديدة. شفتوا المنهج اولى اعدادي ومنهج تانية اعدادي اللي هو دمه سم ومنهج دمه تقيل ومنهج كله حشو، لكن النهارده جاي ببشركم وبقول لكم ان منهج تالتة اعدادي غير اي منهج درستوه قبل كده. جاي ببشركم واقول لكم افرحوا، حقكم انكم تفرحوا. المنهج خفيف لذيذ بسيط جميل، كل حاجة حلوة فيه، مفيش الحشو اللي كان موجود في تانية اعدادي. طب اقول لك على المفاجأة، منهج تالتة اعدادي اسهل من اولى واسهل من تانية ان شاء الله. يا مستر انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ دي احنا ما كانش في حد راحمنا في كل المواد يا مستر. اقول لك يا صديقي الصدوق، هم السنة دي شافوا تعليقات الطلبة وشافوا تعليقات اولياء الامور وشافوا الظلم اللي انتوا كنتوا بتتعرضوا ليه من المواد المحشية بطريقة غير طبيعية. قال لك السنة دي احنا هنعدل لك في الموضوع دوت، وجاب لك منهج لذيذ خفيف جميل زيك كده يا صديقي عشان تعرف تقفله. عايزين نقفل ياض السنة دي يلا ان شاء الله يا صديقي. المنهج كله بيتكلم على 4 وحدات. 4 وحدات؟ 4 وحدات. تقول لي خفيف يا مستر؟ ما اسمع مني، ما هو ال4 وحدات الدروس فيها لذيذة جميلة حلوة، ما فيهاش الحشو بتاع تانية اعدادي دوت. انسى بقى تانية اعدادي خالص، خلينا في الشهادة يا صديقي. عايزين نضمن ال20 من 20 مع بعض النهاردة. اول وحدتين يا حبيب قلبي هتتكلم فيهم عن الجغرافيا، والتالتة والرابعة هتتكلم فيهم على التاريخ يا صديقي. عندنا يا صديقي في الجغرافيا هنتكلم عن قارات العالم الجديد. قارات العالم يا صديقي ايه؟ الجديد، اللي هو طبعا من المتوقع ان احنا اصلا هندرسه. احنا عارفين دوت، احنا مش متفاجئين ولا حاجه. انا كده كده اوريدي عارف يا مستر ان انا هدرس قارات العالم الجديد، لان انا يا صديقي في اولى اعدادي درست قاره افريقيا، وجيت في سنه تانية اعدادي خدت القاره الاسيويه والقاره الاوروبيه. فمن الطبيعي والبديهي جدا يا صديقي ان انا هاخد قارات العالم الجديد، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا والقاره القطبيه الجنوبيه. سمي الله معايا يا صديقي الصدوق ونشوف بقى المنهج بتاعي يا عم زياد. اول درس عندي يا صديقي، بس قبل ما ابدا كده في اول درس يا حبيب قلبي، تجيب لك ورقه كده وقلم، كوبايه الشاي بتاعتك اللي هتظبط بيها مزاجك، وكده كده الملزمه هتلاقيها في لينك في الكومنت بتاع الفيديو، في الوصف بتاع الفيديو. عايزك يا صديقي تفوق كده معايا وتسمي الله وتصلي على النبي يا صديقي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. يلا يا حبايب قلبي نبتدي اول درس مع بعض. بيقول لي موقع ومظاهر سطح قارات العالم الجديد. اهلا ويلكم تالتة اعدادي. يلا حبايب قلبي هندرس النهارده قارات العالم الجديد: امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا، القاره القطبيه الجنوبيه. طبعا يا عم زياد دول انا عارف ان هم قارات العالم الجديد. النهارده حبيب قلبي هتمسك قاره قاره، هتتكلم عن الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي، مظاهر السطح. هتعرف يا مستر الموقع الفلكي بتاعهم، هتعرف الموقع الجغرافي لكل قاره، هتعرف الجبال والهضاب والسهول اللي موجودين في كل قاره من دول. بس باذن الله هتخرج من فيديو النهارده مقفل اول درس يا صديقي، وده اللي احنا هنبتديه مع بعض. لو انت تابعتني السنه دي يا صديقي على اليوتيوب، كل المنهج نازل بالمجان. ده مش بس كده، ده مش شرح بس يا مستر، ده حل هومورك، حل الواجبات كله هتلاقيه على اليوتيوب، حل التدريبات الكتب هتلاقيها على اليوتيوب يا صديقي، حل امتحانات استرشاديه يا صديقي هتلاقيها على اليوتيوب. كل حاجه هتحتاجها هتلاقيها في قناه مستر الزوز باذن الله تعالى. بس يا صديقي انا مستني منك دعمك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس ولايك للفيديو وتشيره لكل زمايلك عشان نعرف نكمل يا حبايب قلبي. يلا حبايب قلبي، بيقول لي تضم قارات العالم الجديد يا صديقي قاره امريكا الشماليه
وامريكا الجنوبيه واستراليا. الله، ما انا عارف يا عم زياد، مش جديده يعني. بيقول لي بالاضافه يا صديقي للقاره القطبيه الجنوبيه اللي هي انتاركتيكا، والتي تقع في اقصى جنوب الكره الارضيه. بص يا حبايب قلبي واخواتي الصغيرين، دي كده خريطه العالم. اللون الاورنج اللي هي اسيا اوروبا افريقيا خلاص انا درسته قبل كده، مش محتاجه. اللي انا هدرسه السنه دي يا صديقي قارتنا القمر، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، قاره استراليا. يبقى اللون الاصفر، القارات الصفراء دي خلاص شكرا، مش محتاجينها معانا. احنا محتاجين معانا امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا. يا صديقي الصدوق ركز معايا. لا نشوف بقى حبيب قلبي مساحه قارات العالم. عم زياد، انت كنت قايل يا صديقي ان اول قاره او اكبر قاره في المساحه هي قاره اسيا. يبقى اكبر قاره في المساحه هي قاره ايه يا اخواتي؟ قاره اسيا. طب تاني قاره في المساحه هي قاره افريقيا. طب تالت قاره في المساحه هي قاره امريكا الشماليه. طب رابع قاره في المساحه هي قاره امريكا الجنوبيه. طب خامس قاره في المساحه هي القاره القطبيه الجنوبيه. طب سادس قاره في المساحه هي قاره اوروبا. طب اخر قاره في المساحه هي قاره استراليا. يبقى انا كده يا صديقي ترتيب مساحه القارات عندي: اسيا في المرتبه الاولى، تمام؟ اسيا في المرتبه الاولى، افريقيا في المرتبه الثانيه، قاره امريكا الشماليه اللي احنا هندرسها هي ثالث قارات العالم في المساحه بعد قارتي اسيا وافريقيا. يليها في المركز الرابع قاره امريكا الجنوبيه. يبقى قاره امريكا الجنوبيه رابع قارات العالم مساحه. طب خامس قارات العالم مساحه هي القاره القطبيه الجنوبيه اللي محدش بيعيش عليها، دي اللي احنا عارفينها. يبقى القاره القطبيه الجنوبيه انتاركتيكا خامس قارات العالم مساحه. طب سادس قارات العالم مساحه وهي اوروبا. وهي ايه؟ اوروبا. طب قاره استراليا فهي اصغر قارات العالم اللي هي نمبر 7، المركز السابع من حيث المساحه. يبقى انا كده يا صديقي عرفت ايه هي قارات العالم الجديد، وعرفت يا صديقي ترتيب القارات من حيث المساحه. يبقى امريكا الشماليه الثالثه، امريكا الجنوبيه رابعه، انتاركتيكا 5، اوروبا رقم 6، استراليا رقم 7. حلو الكلام حبايب قلبي. تعالى بقى نخش يا حبيب قلبي يا صديقي الصدوق يلي مفيش منك اتنين. خش يا صديقي على الموقع الجغرافي والفلكي لقارات العالم الجديد. بص يا حبيب قلبي، انت في كل قارة هندرس فيها الموقع الفلكي، وهتدرس فيها الموقع الجغرافي، وهتدرس فيها مظاهر السطح. يلا بينا يا رجالة، ليتس جو مع بعض ونشوف أول قارة عندي في قارات العالم الجديد. عندي يا صديقي أمريكا الشمالية. عندي يا صديقي أمريكا الشمالية. الموقع الفلكي قال لي تقع قارة أمريكا الشمالية في النصف الشمالي الغربي من الكرة الأرضية. حلو قوي يا عم زياد، أنت قلت لي قارة أمريكا الشمالية موجودة فين؟ في الجزء الشمالي الغربي، مش الشمالي بس، الشمال الغربي. تعال اقول لك ليه قلت الشمال الغربي يا صديقي. ركز كده مع اخوك الزوز، ركز كده مع اخوك الزوز. بص يا صاحبي، انا عندي حبيب قلبي حاجه اسمها دائره الاستواء، صح كده؟ تعال نرسمها مع بعض حبايب قلبي. هي مش موجوده صح؟ تعال اما ارسمها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي يا حبايب قلبي دائره الاستواء، صح كده يا صديقي؟ دي دائرة ايه؟ هي المفروض تبقى نازلة تحت شوية، لا أنا هعملها لك من تحت شوية عادي، ما عنديش أي مشكلة. دي كده دائرة ايه؟ الاستواء يا صديقي. يبقى أنا عندي دي يا عم زياد دائرة الاستواء، وعندي هنا يا صديقي الصدوق خط جرينتش، وهنا عندي خط ايه؟ جرينتش. صح يا مستر؟ صح يا قلب المستر. يا مستر زياد، ما انا عندي اتجاهات،
هنا عندي شمال، هنا عندي جنوب، هنا عندي الشرق، هنا عندي الغرب. يا مستر زياد، ما هو خط جرينتش قسم لي الكرة الأرضية لجزء في الشرق وجزء في الغرب. طب دائرة الاستواء قسمت لي جزء في الشمال وجزء في الجنوب. طب قارة أمريكا الشمالية موجودة في الجزء الشمالي يا مستر. طب الشرقي ولا الغربي؟ لا، موجودة في الغرب يا عم زياد. مستر انا دلوقتي يا زوز حبيب قلب الزوز من جوه، انا باسسك يا صاحبي، انا ممكن اقول لك المعلومه واطير على اللي بعدها يا صاحبي، بس انا موجود معاك هنا عشان اخد ايدك لبر الامان. عايزك تقفل عايزين نقفل الدراسات، فانا عايز اسسك، فعشان كده قلت لك ورقه في ايدك وانت بتتفرج على الفيديو، عشان لو في اي جديد بقوله ممكن اقول حاجات من بره الدرس ليك انت كثقافه، فاهم؟ فعشان كده عايزك يبقى بالك طويل معايا وتركز معايا في كل كلمه هقولها. يبقى يا عم زياد قاره امريكا الشماليه موجوده في الجزء الشمالي الغربي، الجزء الشمالي الغربي. حلو الكلام؟ يبقى قاره امريكا الشماليه زوز موجوده فين؟ الجزء الشمالي الغربي. يلا يا عم زياد نكمل. يبقى الموقع الفلكي يا صديقي تقع قارة أمريكا الشمالية في النصف الشمالي الغربي في الكرة الأرضية بين دائرتي عرض مش محتاجهم يا باشا. إيه ده يا مستر أنت بتهزر ولا من أولها كده؟ أقول لك أي رقم في الدراسات أنت يا صديقي مش مطالب فيه. أنا بتكلم على الجغرافيا. أي رقم موجود عندك موقع فلكي مش وضعي ورقة امتحانية، مش هتتسأل فيها. عايزين نسهلها على بعض، ربنا يسهلها عليا وعليكم. فيلا يا رجاله، يبقى الموقع الفلكي مش محتاجه. انا عايزك تعرف ان قاره امريكا الشماليه تقع في النصف الشمالي الغربي الشمالي الغربي. عم الزوز يلا بينا نتكلم يا صديقي الصدوق على الموقع الجغرافي. يلا يا باشا، ده بقى اللي يتحفظ صم، هيجي لك اختر واكمل وصوب وصح وغلط، كل اللي نفسك تحبه هيجي لك فيه. يلا يا رجاله، امريكا الشماليه بيقول لي يا عم زياد في الشمال عندي ايه؟ قال لي المحيط القطبي الشمالي، في الشمال محيط قطبي شمالي. شمال امريكا الشماليه محيط قطبي شمالي، شمال امريكا الشماليه محيط قطبي شمالي، شمال امريكا الشماليه محيط قطبي شمالي. تاني، شمال امريكا الشماليه محيط قطبي شمالي. عظيم. طب شرق امريكا الشماليه المحيط الاطلنطي، شرق امريكا الشماليه المحيط الاطلنطي. طب غرب امريكا الشماليه المحيط الهادي الكبير العائل الراسي. صح ولا لا يا رجاله؟ يبقى انا في شمال امريكا الشماليه المحيط القطبي الشمالي، محيط القطبي الشمالي. شرق امريكا الشماليه المحيط الاطلنطي، غرب امريكا الشماليه المحيط الهادي. طب ناقص الجنوب. ايه ده؟ هو مال الجنوب عامل كده ليه؟ ايه ده؟ الجنوب واخد وضع جنوب الشرقي. قال لي ايوه انت صح يا اللي بتتفرج عليا دلوقتي وبتقول لي ان امريكا الشماليه يا عم زياد ملهاش في الجنوب. امال ليها في ايه؟ ليها في الجنوب الشرقي. يبقى امريكا الشماليه ما بتحبش الجنوب ولكنها بتحب ايه؟ الجنوب الشرقي. طب الجنوب الشرقي بتحب فيه ايه؟ بتحب تاكل كريب. بتحب تاكل ايه؟ كريب. هي امريكا الشماليه كيفها كده يا عم؟ انت مالك؟ هي بتحب الجنوب الشرقي وبتحب تقعد في الجنوب الشرقي تاكل لها كريب كده، شاورما فراخ او فاهيتا او كريسبي او بطاطس عادي، هي مزاجها كده. يبقى يا عم زياد في الجنوب الشرقي عندي حاجه اسمها البحر الكاريبي. البحر ايه؟ الكاريبي. البحر ايه؟ الكاريبي. تاني، يبقى الموقع الجغرافي لامريكا الشماليه زوزه، شمال محيط قطبي شمالي، شمال محيط قطبي شمالي، شمال محيط قطبي شمالي. طب في الشرق محيط اطلنطي، طب في الشرق محيط اطلنطي، طب في الشرق محيط اطلنطي، طب في الغرب محيط هادي، طب في الغرب محيط هادي. طب امريكا الشماليه كيفها فين؟ في الجنوب الشرقي. بتحب تاكل ايه؟ الكريب. يبقى في جنوبها الشرقي البحر الكاريبي، جنوبها الشرقي البحر الكاريبي، جنوبها الشرقي البحر الكاريبي. في مشكله يا اخواتي؟ يبقى ده كده الموقع الجغرافي لامريكا الشماليه.
نخش يا صديقي على امريكا الجنوبيه يا صاحبي. صلي بينا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. الموقع الفلكي لامريكا الجنوبيه. عم زياد انت اتفقت معايا ارقام ماليش فيها، يلا يا صاحبي وانا معاك سداد، ماليش في الارقام مش محتاجه. طب الموقع الجغرافي لامريكا الجنوبيه يا زوز، ركز معايا يا صديقي. امريكا الجنوبيه يا صاحبي بيقول لي يا صديقي شمال امريكا الجنوبيه هنا، مش انا كنت ناهي امريكا الشماليه في جنوبها الشرقي البحر الكاريبي، صح ولا لا؟ يبقى شمال امريكا الجنوبيه البحر الكاريبي. شمال امريكا الجنوبيه البحر الكاريبي. يبقى كده جنوب شرق امريكا الشماليه بحر كاريبي، وشمال امريكا الجنوبيه بحر كاريبي. يبقى شمال امريكا الجنوبيه البحر الكاريبي، صح كده؟ طب شرق امريكا الجنوبيه المحيط الاطلنطي. طب غرب امريكا الجنوبيه المحيط الهادي. سهله ومش مستاهله يا صديقي والله. يبقى امريكا الجنوبيه شمالها البحر الكاريبي. طب شرق امريكا الجنوبيه المحيط الاطلنطي. طب غرب امريكا الجنوبيه المحيط الهادي. مستر نخش على جنوب امريكا الجنوبيه. اقول لك يا صديقي الصدوق بسهلها عليك وهو ملهاش جنوب. الله ليه؟ زي قاره افريقيا كده في اولى اعدادي لو تفتكر ما كانش لها جنوب برضو. اقول لك ليه دلوقتي. لان انا عندي ميه محيط هنا وعندي ميه محيط هنا، فهنا في التقاء مياه المحيطات الاطلنطي مع الهادي، فبالتالي ولا هعرف هنا محيط اطلنطي ولا هعرف هنا اقول اريح دماغي واقول ملهاش جنوب. يبقى قارة أمريكا الجنوبية ملهاش جنوب يا زوزة. قارة أمريكا الجنوبية ملهاش جنوب. يبقى شمال أمريكا الجنوبية البحر الكاريبي. طب شرق أمريكا الجنوبية المحيط الأطلنطي. غرب أمريكا الجنوبية المحيط الهادي. في مشكلة يا صديقي؟ يبقى أنا كده خلصت أمريكا الشمالية كموقع جغرافي وخلصت أمريكا الجنوبية كموقع جغرافي. نروح بقى حبة ملاحظ كده حلوة. مستر زياد انت جيت قلت لي يا صديقي ان امريكا الشمالية شرقها محيط اطلنطي، صح؟ وجيت قلت لي يا صديقي ان غرب امريكا الشمالية محيط هادي. طب ما نفس الكلام ده انت خدته كوبي بيست لامريكا الجنوبية، كان شرقها برضه محيط اطلنطي وغربها محيط هادي. يبقى الاتنين زي بعض، الاتنين زي بعض، الاتنين زي بعض، الاتنين زي بعض، تمام؟ يبقى يحدد الامريكتين من جهة الشرق المحيط الاطلنطي، بينما من جهة الغرب المحيط الهادي، صح كده؟ تقع امريكا الشمالية بالكامل في النصف الشمالي للكرة الارضية، بينما يقع معظم امريكا الجنوبية في الجزء الجنوبي. خدوا بالكم من البرواز ده كده عشان مهم وهيوقعكم في صح وغلط. امريكا الشماليه هي موجوده في الشمال بالكامل، لكن امريكا الجنوبيه معظمها بس اللي موجود في الجنوب، لكن فيها جزئيه في ناحيه الشمال. تعالوا نشوفها كده مع بعض. بص يا مش انا كنت راسم لك هنا دايره الاستواء، نرسمها لكم تاني. دايره الاستواء ايه؟ امريكا الشماليه كلها موجوده في الحته دي، صح؟ يبقى كده ايه؟ كلها شماليه، يبقى كلها موجوده في الجزء الشمالي. لكن امريكا الجنوبيه واخده الجزء ده كده، اهو ده جزء كده شمالي في امريكا الجنوبيه، لكن المعظم كله ايه؟ في الجنوب، صح ولا يا صديقي؟ يبقى يا عم زياد تاني، امريكا الشماليه كلها في الجزء الشمالي، لكن امريكا الجنوبيه يا صديقي معظمها في الجزء الجنوبي. في مشكله في فرق بين معظم وكل عشان تبقى انت مركز معايا يا حبيب قلبي. بيقول لي يا صديقي تقع الامريكتان في النصف الغربي للكره الارضيه، وده انا وريته لكم، صح ولا لا؟ وريته لكم ان الاثنين هم موجودين فين؟ في الجزء الغربي، صح ولا لا يا رجاله؟ تمام. تعالى يا شباب تاني. بيقول لي يا صديقي هنا ايه؟ يفصل المحيط الاطلنطي للامريكتين عن قارتي افريقيا واوروبا. جميل. طب يفصل المحيط الهادي والامريكتين عن قاره اسيا واستراليا. تعال اما نشوف كده الكلام ده. انا مش فاهم يا مستر قصدك تقول ايه. بص يا صديقي،
بص يا صديقي، بيقول لي افريقيا واوروبا، صح؟ افريقيا ايه واوروبا ايه اللي بيفصلها عن امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه؟ قال لي المحيط الاطلنطي. عظيم. طب امريكا الجنوبيه اهي وامريكا الشماليه اهي واسيا اهي، طب ايه اللي بيفصلها؟ قال لي المحيط الهادي. ما هي الخريطه دي هي عباره عن دايره، عباره عن ايه؟ دايره، لان في هنا محيط هادي وهنا في محيط هادي، فالاثنين ميه واحده، لكن هي عشان صوره احنا راسمينها برواز، لكن انت ككره ارضيه هي جايه كده. فالمحيط الهادي بيفصل ما بين الامريكتين وقاره ايه؟ اسيا، زي ما المحيط الاطلنطي بيفصل ما بين اوروبا وافريقيا عن الامريكتين. تمام؟ اوعى تنسى يا صديقي، صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سمي الله كده يا صاحبي، ونخش على اخر قاره عندي، وهي قاره استراليا يا صديقي. قاره ايه يا صديقي؟ استراليا. مستر زياد، هي استراليا دي جزيره؟ اه يا مستر. ايه ده؟ استراليا دي فعلا جزيره، لان الميه بتحيط بها من جميع الجهات. الميه بتحيط بها من جميع ايه؟ الجهات. يبقى يا مستر زياد قاره استراليا تعتبر واخده شكل جزيره، لان الميه يعني مستر، هو ايه الفرق بين الجزيره وشبه الجزيره اصلا؟ مش عليك والله، بس انا لازم اقولها لك. بص يا صديقي، بام 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 بام. بص يا صديقي، بيقول لي حبيب قلبي واخويا، حبيب قلبي واخويا، والله والله العظيم ربنا يعلم غلاوتكم عندي عامله ازاي، والله العظيم وحشتوني جدا يا جدعان. بيقول لي يا صديقي الجزيره وشبه الجزيره. ايه الفرق يا عم زياد؟ بيقول لي الجزيره هي مساحه من اليابس يحيط بها المياه من جميع الجهات. لكن شبه الجزيرة يا صديقي هي برضو مساحة من اليابس يحيط بها المياه من 3 جهات. يبقى أنا يا عم زياد في فرق عندي ما بين الجزيرة وما بين شبه الجزيرة. الجزيرة يا صديقي هي مساحة من اليابس بيحيط بها المية من جميع الجهات، لكن شبه الجزيرة من 3 جهات فقط. تعال اما نكمل كده مع بعض ونشوف قارة استراليا. بيقول لي يا صديقي قارة استراليا تقع قارة استراليا في النصف الجنوبي الشرقي. فعلا يا مستر، تعالى كده نشوفها على خريطة العالم. موجودة فعلا يا مستر قارة استراليا في المنطقة الجنوبية الشرقية اهي، صح؟ خط جرينتش اهو، وده جزء الشمال وده جزء الجنوب وده جزء الشرق. يبقى فعلا استراليا موجود في الناحية ايه؟ الجنوب الشرقي. تمام؟ يبقى قارة استراليا موجودة في الجزء الجنوبي يا رجالة الشرقي. تعالى نرجع كده لموضوعنا تاني يا حبيب قلبي، انا بس كنت بوري لك على الخريطة. يبقى قارة استراليا تقع استراليا في الجزء يا شباب الجنوب ايه؟ الشرقي من الكرة الأرضية. برضو نفس الفكرة، انا مش محتاج اي حاجة في الموقع الفلكي ولا تتعبوا نفسكم. نخش بقى صديقي على الموقع الجغرافي. بيقول يا صديقي تظهر قارة استراليا على شكل جزيرة كبيرة. انت قلت لي كده كده يا مستر انها شكل جزيرة كبيرة، لان تحيط بها المية من جميع الجهات اهي. ادي مية اهي، مية 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 مية، يا نهار مية، صح ولا لا؟ يبقى انا كده اصبحت استراليا جزيرة لان المية بتشكلها من جميع ايه يا شباب؟ من جميع الجهات. تعال نشوف بقى يا صديقي، يبقى لو جه قال لي بما تفسر، ممكن تصيع عليا في الامتحان ويقول لي بما تفسر تعتبر القارة الاسترالية جزيرة، هقول له ان المياه تحيط بها من جميع الجهات. بيقول يا صديقي تظهر قارة استراليا على شكل جزيرة كبيرة يحيط بها المياه من جميع الجهات، حيث يحدها في الشمال ايه بقى يا صديقي؟ بص يا صديقي، عندي في الشمال هو، في الشمال هو عندي بحر أرافورا، بحر قرفان من نفسه، بحر مش طايق نفسه، بحر قرفان اسمه أرافورا. بحر ايه؟ أرافورا. يبقى في الشمال عندي بحر ايه؟
ارافورا. بحر ايه؟ ارافورا. بحر قرفان على طول كده، مش طايق نفسه كده، تمام؟ بحر ايه؟ ارافورا. يبقى شمال قارة استراليا عندي بحر ارافورا. شايفين وضع وش عامل ازاي؟ قرفان. ارافورا. حلو الكلام يا رجاله. طيب هل في بحر تاني؟ قال لي اه في بحر تاني يا مستر. قال لي بحر تيمور. بحر ايه؟ تيمور. بحر ايه؟ تيمور. بحر تيمور. ممكن تقول عليه تيمور عادي جدا، مش فارقه، اهم حاجه تكتبها صح. يبقى عندي في الشمال بحر ارافورا. بحر ايه؟ افتكروا كده، ارافورا. قرفان من نفسه كده. تاني بحر عندي في الشمال برضو بحر ايه؟ تيمور. بحر ايه؟ تيمور. افتكروا فيلم تيمور وشفيقة. بحر ايه؟ ارافورا. بحر ايه؟ تيمور. شمال استراليا بحر ارافورا وبحر تيمور. حلو الكلام. طب في الشرق يا عم زياد، في الشرق يا عم زياد عندي المحيط الهادي. عندي المحيط ايه؟ الهادي. طب في الجنوب وفي الغرب، قال لي هو محيط واحد في الجنوب والغرب اسمه المحيط الهندي. اسمه المحيط ايه؟ الهندي. تاني، استراليا شمالا بحر ارافورا. استراليا شمالا بحر ارافورا. استراليا شمالا بحر ارافورا وبحر تيمور. وبحر تيمور. استراليا شمالا بحر ارافورا وبحر تيمور. استراليا شمالا بحر ارافورا وبحر تيمور. حلو الكلام. طب في شرق استراليا اللي عندي المحيط الهادي، المحيط الراسي، المحيط العائل اللي هو المحيط الهادي. طب في غرب استراليا وجنوب استراليا عندي بقى يا اخواتي عندي المحيط الهندي. يبقى انا كده يا صديقي خلصت امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا في الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. نخش بقى حبيب قلبي على اللي جاي ونشوف ايه هي الاهميات بتاعه موقع الفلكي والجغرافي لقارات العالم الجديد. تعال نخش يا صديقي على الاهميه الاستراتيجيه. الاهميه الاستراتيجيه تعال نشوف مع بعض. بيقول يا صديقي الاهميه الاستراتيجيه للموقع الجغرافي والفلكي لقارات العالم الجديد: تيسير التجاره العالميه. بتسهل التجاره العالميه. بتسهل التجاره يا رجاله العالميه يا مستر عن طريق قناه بنما التي تعد من اهم الممرات المائيه في العالم. ايه ده بقى القناه دي؟ قناه تسمى بنما. قناه ايه؟ بنما. قناه ايه؟ بنما. افتكروا قناه السويس نفس الوظيفه بتاعتها هي. على فكره ممكن يجي لي سؤال هقوله لكم دلوقتي نستخرجه احنا من دماغنا عادي جدا، احنا لسه ما شفناش كتب. حلو الكلام، بس انا متوقع ان السؤال ده يبقى موجود. نربط بقى يا معلم ما بين القنوات وما بين المناهج بقى ونشغل بقى الشغل. نخش يا صديقي على ما النتائج المترتبه على حفر قناه بنما. مستر ده قناه بنما؟ اقول لك قناه بنما. يا مستر مالها قناه بنما؟ قال يا صديقي بتربط بين المحيطين الاطلنطي والهادي. بتربط بين محيطين الاطلنطي والهادي. طب ليه وظيفه تانية؟ قال لي بتختصر آلاف الكيلومترات على حركة السفن. بتختصر المسافة. يا عم زياد انت كنت قايل لي الكلام ده في سنة أولى إعدادي لما جيت قلت لي قناة السويس. قال لي يجي يقول لي سؤال صايع. ايه هو السؤال الصايع؟ ورينا الصياعة بقى يا باشا، هيصيع علينا ازاي؟ تعالى يا صديقي نشوف لو هو حب يصيع علينا هيقول لي ايه. يا عم حفظ، يا عم خلاص، يا عم حفظ، عصبوناش بقى يا جدعان، ما تعصبوناش يا بشر. امسح. ايه ده؟ ايه ده؟ وفي مش كده يا جدعان؟ يا جدعان والله ما كده يا عم، مش كده. ماشي يا عم امسح بقى. برضو ماشي، انا همسح بضهر ايدي يا عم خلاص. حقك عليا كده يعني. ماشي امسح بضهر ايدينا كأني بديها بالقلم يعني. يلا يا رجاله كده مع بعض نشوف السؤال اللي هو ممكن يجيبوه لي اخواتي، اللي هو يجي يقول لي ايه بقى؟ وضح اوجه الشبه ما بين قناة السويس وقناة بنما. يبقى وضح ايه يا رجاله؟ اوجه الشبه ما بين قناة ايه؟
ما بين قناه كده خلاص نتفت صح كده. يجي يقول له يا صديقي نختار قلم تاني، نختار اللون الازرق. نختار اللون ايه يا زوز؟ نختار اللون ده حلو. وضح اوجه الشبه بين قناة السويس وقناة تعملي بقى ما تبقيش رخمة بقى وسمجة كده. بنما. تعصبوناش. حلو الكلام. يجي لي سؤال كده في الامتحان، وضح اوجه الشبه بين قناة السويس وقناة بنما. قال له يا صديقي الإجابة بتاعتي قناة بنما تصل المحيط أو تربط، بلاش تصل دي نخليها ربط، المحيط الأطلنطي بالمحيط الهادي. لكن قناة السويس يا صديقي الصدوق ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. الاتنين يا صديقي كمان بيتشابهوا في ايه؟ تقصير الوقت. تقصير ايه؟ الوقت. صح ولا لا يا رجالة؟ اختصار الكيلومترات يا رجالة، اختصار المسافات. اختصار ايه؟ المسافات يا رجالة، صح ولا لا؟ يبقى انا عندي يا رجالة في وجه شبه ما بين قناة بنما وقناة السويس، ان الاتنين بيربطوا ما بين مسطحات مائية. قناة السويس بتربط ما بين البحر الأحمر والمتوسط، والقناة اللي عندي في المنهج السنة دي قناة بنما بتربط بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي، والاتنين لهم دور وظيفي في اختصار آلاف الكيلو يا رجالة، آلاف الكيلو مترات. في مشكلة حبايب قلبي؟ ادي قناة بنما يا اخواتي. قناة بنما موجودة في الحتة دي كده بالظبط. تمام؟ ودي شكلها الصورة الجوية اللي هم مصورينها. حلو الكلام؟ تعالى بقى دي الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للموقع الفلكي والجغرافي لقارات العالم الجديد. نخش بقى على الأهمية الاقتصادية. أهمية اقتصادية يا صديقي، يبقى أنا هتكلم على الموقع الفلكي، إن الموقع الفلكي ده بيؤدي لتنوع المناخ، فبالتالي يبقى فيه تنوع في النظم البيئية. بيقول له يا صديقي ان قارات العالم الجديد بتمتلك مساحات مزروعه، يبقى مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه، فيها كمان يا صديقي احتياطات كبيره جدا من المعادن زي اليورانيوم وزي الحديد اللي موجود في استراليا. يبقى احتياطات كبيره من بعض المعادن مثل اليورانيوم والحديد في استراليا. عندي برضه يا صديقي فيها احتياطي في مصادر الطاقه الاحفوريه. ايه هي مصادر الطاقه الاحفوريه دي يا صديقي؟ اللي هو الفحم والبترول والغاز الطبيعي، صح ولا لا؟ يبقى انا كما توجد في الامريكتين كميات كبيره من مصادر الطاقه الاحفوريه اللي هو فحم والبترول والغاز يا صديقي الطبيعي. يبقى يجي يقول لي يا مستر، لو جه قال لي وضح الاهميه الاقتصاديه لقارات العالم الجديد، اقول له على بنما. هقول له على ايه؟ بنما. صح؟ طريق مهم بيختصر المسافات وآلاف الكيلومترات، وبتربط ما بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. طب يجي يقول لي وضح الأهمية الاقتصادية لقارات العالم الجديد، هقول له الموقع الفلكي، ففي نظم بيئية كتيرة، عندي مساحات أراضي مزروعة، عندي احتياطي معادن من اليورانيوم والحديد، عندي مصادر طاقة احفورية. اديله على طول في الحاجات اللي تساعد في الاقتصاديات يا رجالة. نخش بقى حبايب قلبي الأهمية الحضارية. بس كده ظهرت في قارات العالم الجديد العديد من الحضارات القديمة يا صديقي، مثل حضارة المايا وحضارة الإنكا. موجودة فين؟ في الأمريكتين. هو برضه عنده حضارة ثالثة اسمها حضارة الأستيك. حضارة إيه؟ الأستيك. كومباستيك. حضارة إيه؟ الأستيك. حلو الكلام؟ يبقى أنا ظهرت في قارات العالم الجديد العديد من الحضارات القديمة زي حضارة المايا والبت ايه؟ انكا. والبت انكا التنكا. حلو الكلام؟ يبقى المايا والانكا. المايا وايه؟ والانكا. يبقى ايه الحضارات اللي موجوده فيهم يا مستر؟ المايا، حضاره البت مايا، وحضاره البت انكا مالها؟ التنكا. حلو الكلام؟ وعنده حضاره ثالثه اسمها الاستيك. اسمها ايه؟ الاستيك. اسمها ايه؟ الاستيك.
بيقول يا صديقي تعد قارات العالم الجديد مركز لالتقاء الثقافات الاوروبيه. قارات العالم الجديد اللي هي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا مركز لالتقاء الثقافات الاوروبيه بسبب الهجرات. في هجرات بتروح، مش افريقيا واسيا واوروبا بيروحوا ساعات الامريكتين، صح ولا لا؟ فدي هجرات. فبيقول لي يا مستر ان القارات دي تعد ايه؟ مركز التقاء الثقافات الاوروبيه والافريقيه والاسيويه نتيجه لكثره الهجرات اليها، لان في هجرات كتير جدا اليها. وكده حبايب قلبي اكون خلصت جزئيه الاهميات والموقع الفلكي والجغرافي لكل قاره، ونخش بقى يا صديقي على التقيل واسهل حته في الدرس اصلا. انا بحب الحته دي جدا اللي هي بتاعت مظاهر السطح. مظاهر ايه؟ السطح. لازم بقى اكبر لكم كده الجزئيه دي. هي على الاخر ولا ايه؟ طب ايه؟ طب اصغري، طب اكبري، اي حاجه. ايوه كده. لا نصغرها سيكا عشان كده واكله الكلام كله، ولما نيجي نستخدمها نكبر. نخش يا صديقي على مظاهر السطح اللي هو الجبال والهضاب والسهول. الجبال والهضاب والسهول. يلا حبايب قلبي، اول حاجه يا صديقي الجبال في قاره امريكا الشماليه. قاره امريكا ايه؟ الشماليه. بص يا حبايب قلب التعمين الحلوين الجمال الامارات اللي مفيش منكم اتنين، بيقول يا صديقي انا عندي في امريكا الشماليه عندي سلسلتين من الجبال اهم من بعض، جبال الابلاش وجبال الروكي. جبال الابلاش وجبال روكي. تاني، جبال الابلاش وجبال روكي. حلو الكلام. جبال الابلاش تقع في شرق امريكا الشماليه، وسلاسل جبال روكي تمتد في غرب امريكا الشماليه. تعالى كده نشوفهم. شايفينهم اكيد صح؟ اكيد انتوا شايفينهم، هي واضحه. هكبرها لكم برضو اهي. حلو الكلام يا اخواتي. بص يا رجاله، دي قاره امريكا الشماليه حبايب قلب الحلوين التعمين اللي مفيش منكم اتنين. بيقول لي جبال الابلاش موجوده في الجزء الشرقي بتاع امريكا الشماليه. شايفين اسمها جبال ايه؟ الابلاش. الابلاش صح كده؟ الابلاش يعني فيها حرف الشين، يعني موجوده في الجزء الشرقي لامريكا الشماليه. في شينات كتير قوي مع بعض كده صح؟ شينات كتير. ابلاش موجوده فين؟ في الجزء الشرقي. ابلاش شرقي صح كده؟ سهل اهو. جبال الابلاش موجوده في الجزء الشرقي لامريكا ايه؟ الشماليه برضو. يبقى 3 شين مع بعض بيحفظوك صم جبال الابلاش. انت ما تبقاش غبي، انا بسهل لك الدنيا اهو. يبقى جبال الابلاش موجوده فين؟ في امريكا الشماليه. موجوده فين في امريكا الشماليه؟ في شرق امريكا الشماليه. في مشكله يا رجاله؟ حلو الكلام. طب جبال روكي ايه ده؟ ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ كل دي جبال روكي؟ قال لي كل دي جبال روكي. موجوده فين؟ موجوده في غرب امريكا الشماليه. سهله جدي، سهله جدا، مش محتاج اي حاجه صح؟ ابلاش شرق امريكا الشماليه، روكي غرب امريكا ايه؟ الشماليه. طب يا زوز، هي الجبال دي مهمة؟ قال لي مهمة. ما هي الجبال دي مليانة معادن كتير قوي، بخرج منها معادن، صح ولا لا يا صديقي؟ يبقى يشتهر كلاهما بغناهما بالمعادن وإنهما مركزان للسياحة، صح ولا لا؟ يبقى مستر زياد جبال الابلاش وروكي دي مهمين؟ اقول لك ايوه مهمين. في ايه؟ في السياحة وفي المعادن، يعني بيساهموا في الاقتصاديات، صح ولا لا يا صديقي؟ اصحى يا دي كده الجبال اللي موجوده في امريكا الشماليه. نشوف بقى يا صديقي الهضاب. قال لي يا صديقي هو مختصرها ومسهلها لك قوي، اكش ربنا يسهلها عليه وعلينا وعليك. بيقول لي يا صديقي الهضاب اللي موجوده في امريكا الشماليه. ايه هي الهضاب اللي موجوده في امريكا الشماليه؟ قال لي مديني هضبه اسمها هضبه لابرادور. هضبه ايه؟ لابرادور. هضبه ايه؟ لابرادور. هضبه اسمها ايه؟ لابرادور. يبقى عندي هضبه يا رجاله توجد بقاره امريكا الشماليه عده هضاب. في هضاب كتير بس انا بسهلها عليك وبديك هضبه واحده. بس انا بسهلها عليك وبديك هضبه واحده اللي هي هضبه لابرادور. هضبه ايه؟ لابرادور. نطلع الدور. هضبه ايه؟ لابرادور. يبقى عندي هضبه لابرادور الهضاب اللي موجوده في امريكا ايه؟
الشمالية تقع في شمال شرق أمريكا الشمالية. مش حوار، سهلة ومش مستاهلة. يبقى هضبة لابرادور موجودة في شمال شرق أمريكا إيه؟ الشمالية. تجري بها أنهار وتجري بها أنهار وتجري بها أنهار وتجري بها أنهار. أنهار صغيرة، بس خد بالك الصغير ده بيحير كثير الشلالات. هي أنهار صغيرة بس هي كثيرة الشلالات. شلالات كتير كده شلالات. طب الشلالات دي هعمل منها ايه؟ هولد منها طاقة ايه؟ كهرومائية. هولد منها ايه؟ طاقة كهرومائية. طاقة من المية. يالا بطلع الطاقة من المية صح ولا لأ؟ يبقى تاني، يبقى الهضاب توجد بقارة أمريكا الشمالية عدة هضاب. عدة هضاب، انت ما قلتليش غير هضبة واحدة. هو بيعرفك ان فيها هضاب كتير، بس انا غلبان مش هقول لك غير هضبة واحدة اللي هي هضبة ايه؟ لابرادور. هضبة ايه؟ لابرادور. تقع في شمال شرق امريكا الشمالية وتجري بها انهار صغيرة كثيرة ايه؟ الشلالات. برافو، اول ما تعمل الشلالات على طول. ولذلك تستخدم في توليد الطاقة ايه؟ الكهرومائية. بستخدمها في توليد الطاقة يا رجالة، الكهرومائية. حلو الكلام. معلومة على الماشي توجد بعض الهضاب في القارة زي هضبة المكسيك في جنوب القارة. هنتايه كده برميها لك، معلومة على الماشي. في قارة فيها هضبة تانية اسمها هضبة المكسيك، بس حاجة مش هتتسأل فيها. تعال بقى نشوف يا صديقي الهضاب تاني عشان اوريها لك على الخريطة. انا لازم اوريك على الخريطة يا صاحبي، احنا مش جايين نقلب. هضبة اللابرادور يا صديقي موجودة فعلا يا عم زياد في شمال شرق أمريكا الشمالية. انت رحت فين؟ ايوه اثبت كده. برضو هتزعلني منك، انت كده مش محترم. انت كده عيل مش محترم وبتروح الهرم كتير. لا هظبطك. ايوه كده. يبقى هضبة لابرادور موجودة فين؟ في شمال شرق أمريكا الشمالية. حلو الكلام. هل يا عم زياد فيها أنهار؟ قال لي فيها انهار يا عم زياد. الانهار دي بتعمل ايه؟ شلالات. طب الشلالات دي بعمل بقى ايه؟ بولد منها الطاقه ايه؟ الكهرومائيه. بولد منها يا رجاله الطاقه الكهرومائيه. وفي هضبه عندي برضو اسمها هضبه المكسيك يا اخواتي. يعني بقولها لكم كده، هي مش مقرره بس تعرفها. يعني هضبه ايه؟ المكسيك. يبقى انا في امريكا الشماليه عندي شمال شرق القاره هضبه لابرادور، وعندي في الجنوب خالص هضبة ايه؟ المكسيك. اوعى تنسى ان هضبة لابرادور فيها انهار صغيرة، بس بنت لذينه بتحير. تنزل على ايه؟ شلالات. بولد منها طاقة كهرومائية. في مشكلة يا رجالة؟ نخش يا صديقي يا حبيب قلبي، صديقي الصدوق، قلبي من جوه والله وحشني جدا يا رجالة اقسم بالله. السهول. عندي يا صديقي السهول عندي نوعين، سهول فيضية، سهول ساحلية. سهول فيضية، سهول ساحلية. قول ورايا يلا، انا سامع شايفك يلا. قول ورايا. سهول ايه؟ فيضية، سهول ساحلية. سهول فيضية، سهول ساحلية. السهول الفيضية قال لي يا صديقي بتشغل السهول الفيضية بقارة أمريكا الشمالية مساحة كبيرة من القارة، ومن أهمها السهول الوسطى التي تمتد من جبال الأبلاش شرقا وجبال روكي غربا، ويجري بها نهر اسمه نهر ايه؟ الميسيسيبي. الميسيسيبي. نهر اسمه ايه؟ الميسيسيبي. يبقى يا زوز السهول الوسطى تمتد من جبال الأبلاش في الشرق وجبال روكي في الغرب. في النص عندي ما بينهم ايه؟ السهول الوسطى. السهول الوسطى بتجري فيها نهر الميسيسيبي. نهر ايه؟ الميسيسيبي. خدوا بالكم يعد من اطول انهار القاره ويصب في خليج المكسيك. تعالى كده نشوف يا صديق قلبي يا حبيب قلبي من جوه. ادي جبال الابلاشي اهي، وادي جبال روكي اهو، الشرق اهو والغرب اهو. السهول الوسطى اهي، شايفينها؟ السهول الوسطى اهي بيجري فيها نهر ايه؟ الميسيسيبي اللي بتصب في خليج المكسيك. شايفين خليج المكسيك اهو. في مشكله؟ يبقى السهول الفيضيه عند السهول الوسطى موجودة فين؟ ما بين جبال الأبلاش في الشرق وجبال روكي في الغرب. السهول الوسطى موجودة في النص بيجري فيها نهر الميسيسيبي اللي بيصب في خليج المكسيك. سهلة ومش مستاهلة يلا، صح ولا لأ؟ يلا خلصنا السهول الفيضية.
السهول الساحليه. الصديق الصدوق عندي سهول المحيط الهادي وسهول المحيط الاطلنطي. سهول المحيط الهادي علل. هي اصلا سهول المحيط الهادي مالها يا مستر؟ تمتد على طول السواحل الغربيه للقاره. السواحل ايه؟ الغربيه اللي هي ناحيه جبال روكي. وتتسم معظم اجزائها بالضيق. مش هقول لك ليه، ان السؤال ده احنا خدناه كتير في سنه اولى اعدادي وثانيه اعدادي برضه. ليه يا مستر اجزائها تتميز بالضيق؟ ليه اجزائها تتميز بالضيق؟ السهول دي ضيقه. السهول ايه؟ الغربيه لقاره امريكا الشماليه ضيقه من ناحيه سهول المحيط الهادي كده. ليه؟ اقول له ضيقه بسبب اقتراب حافات الجبال بتاعت روكي. بص روكي عامله ازاي؟ بص روكي عامله ازاي؟ يالا ضخمه يالا وكبيره قوي. صح ولا لا؟ صح. عشان كده مضيقه الحته بتاعت السواحل ديت. فليه السواحل ضيقه في الحته دي؟ عشان ايه؟ امتداد جبال حافات ايه؟ روكي. في مشكله؟ طب عندي سهول المحيط الاطلنطي في الحته دي كده سهول واسعه. قال لي عشان في خلجان وفي مواني، عملت مواني كتير جدا، وكده كده جبال ابراش مش كبيره زي روكي، فالحته دي هتلاقيها واسعه شويه. يبقى السهول الشرقيه لامريكا الشماليه ناحيه المحيط الاطلنطي مالها واسعه وفي خلجان وفي مواني. لكن السهول الغربيه لامريكا الشماليه ناحيه المحيط الهادي ضيقه بسبب اقتراب جبال ايه؟ روكي. صح كده؟ دي كده السهول. انا كده خلصت السهول. يبقى السهول الساحليه يعلل يعني بما تفسر، يعني يدلل. تمتد على طول السواحل الغربيه للقاره وتتسم معظم اجزائها بالضيق. ليه؟ بسبب اقتراب سلاسل الجبال الغربيه اللي هي جبال روكي من الساحل. طب سهول المحيط الاطلنطي؟ سهول المحيط الاطلنطي تمتد على طول السواحل الشرقيه للقاره وتتسم منها اكثر اتساعا زي ما قلت لك، وتقصر بها الخلجان، فساعدت على انشاء الكثير من المواني. حلو الكلام؟ طب الجزر، هل في جزر؟ قال لي في جزيره في قاره امريكا الشماليه ودي من اكبر جزر القاره، اسمها جزيره جرينلاند. اسمها جزيره ايه؟ جرينلاند. افتكروها بعبول لاند. جزيره ايه؟ جرينلاند. جرينلاند. يبقى جزيره اسمها ايه؟ جزيره جرينلاند. في مشكله يا رجاله؟ يبقى تنتشر كثير من الجزر في قاره امريكا الشماليه، اكبرها مساحه جزيره ايه؟ جرينلاند. تعال نخش على مظاهر سطح قاره امريكا الجنوبيه. حبيب قلبي يلا ركز مع الزوز يلا. قاره امريكا الجنوبيه. قاره امريكا ايه؟ الجنوبيه. يا صديقي الجبال فيها عندي سلاسل جبال الانديز. سلاسل جبال ايه؟ الانديز موجوده في الحته دي اهي. سلاسل جبال الانديز تمتد في الجزء الغربي من قاره امريكا الجنوبيه، وهي اطول سلسله جبليه في العالم، وتعد مخزن عالمي للنحاس والقصدير. لا ستوب، في معلومه غلط هنا يا مستر. ركز كده معايا وفوق لي يا مستر الله يبارك لك. انت بتقول لي هنا جبال الانديز اطول سلسله جبليه في العالم. طب ما انا والله ما قلتش حاجه غلط يا عم. في ايه؟ ما هي ايه؟ اطول سلسله جبليه في العالم. يا مستر اصبر، انت لسه شفت حاجه مني؟ انت جيت يا باشا في تانية اعدادي قلت لي ان جبال الهيمالايا في قاره اسيا اعلى جبال في العالم، وقلت لي اعلى قمه اسمها ايفرست وطولها 8848. ايوه يا عم انا قلت لك كده فعلا، بس انا ما قلتش معلومه غلط. يا مستر ازاي بتقول لي دي اعلى؟ يا صاحبي انت اللي فاهم غلط. يا صاحبي انت اللي ما بتشغلش الجمجمه وما بتاخدش بالك يا اخويا. بيقول لي يا صديقي هنا اطول سلسله جبليه، لكن جبال الهيمالايا كانت اعلى قمه جبليه. في فرق يا صديقي ما بين اعلى وما بين اطول، صح ولا لا؟ انا عارف انك انت فكرت فيها دلوقتي واقتنعت. يبقى دلوقتي يا صديقي ان الهيمالايا اعلى، لكن هنا جبال الانديز لما جيت قلت لك هي اطول سلسله جبليه في العالم، وتعد مخزن عالمي للنحاس وايه؟ والقصدير. يبقى هي فعلا يا مستر اطول سلسله جبليه فعلا، وهي عباره عن مليانه نحاس وقصدير، مخزن للنحاس والقصدير يا رجاله. نخش على الهضاب يا حبايب قلبي يا اخواتي الصغيرين. اقسم بالله اخواتي صلوا على النبي، اوعى تنسوا تصلوا على النبي، اوعى تنسى يا صديقي تترحم على امنا حبيبه قلبي بالرحمه والمغفره. الهضاب عندي هضبه البرازيل. عندي كام هضبه؟ عندي هضبه البرازيل اهي، وعندي هضبه جيانا، وعندي هضبه باتاجونيا. هضبه ايه؟ باتاجونيا. هضبه ايه؟ باتاجونيا. البرازيل دي الكبيره اللي هي كرشها واسع دي، شايفينها؟ دي اسمها هضبه البرازيل. لكن هنا هضبه جيانا وهنا هضبه باتاجونيا. هضبه البرازيل دي اكبر قاره، اكبر هضبه في القاره على العموم. هضبه البرازيل تعد اكبر هضاب القاره مساحه، وتقع شرق قاره امريكا الجنوبيه. هي فعلا موجوده في شرق امريكا ايه؟ الجنوبيه ايه؟ شايفينها؟ شرق امريكا الجنوبيه. وتعد المصدر الرئيسي للعديد من الثروات المعدنيه
في البرازيل يعني لها اهميه اقتصاديه، يعني معظم المعادن بجيبها من هضبه البرازيل يا رجاله. تمام؟ في مشكله؟ طيب، معلومه عن ماشي، توجد بعض الهضاب في امريكا في امريكا الجنوبيه برضو، زي هضبه جيانا اهي، تمام، موجوده في شمال القاره زي ما وريتها لكم، وهضبه باتاجونيا تقع في جنوب القاره وهي اصغر هضاب ايه؟ القاره. اوعوا تنسوا ان هضبه البرازيل موجوده في شرق القاره، ودي اهم هضبه ليها اهميه اقتصاديه في قاره امريكا الجنوبيه، لان بجيب منها معادن يعني ليها اهميه اقتصاديه. كده نخش على السهول بقى يا رجاله. اوعوا تنسوا يا رجاله جبال الانديز اهي، جبال الانديز ايه؟ اطول سلسله جبليه يا رجاله. تمام؟ نخش بقى حبايب قلبي على السهول. بيقول يا صديقي السهول الفيضيه. السهول الفيضيه دي اللي على جانبي الانهار، والسهول الساحليه اللي على جانبي المسطحات المائيه زي البحار او المحيطات. السهول الفيضيه دايما الميه بتاعتها عذبه يا رجاله. ها؟ تشغل السهول الفيضيه مساحه كبيره من قاره امريكا الجنوبيه، ومنها سهول الامازون. سهول ايه؟ الامازون. يبقى تشغل السهول الفيضيه مساحه كبيره من قاره امريكا الجنوبيه، ومنها سهول ايه يا رجاله؟ سهول الامازون. سهول ايه؟ الامازون. يبقى يا مستر السهول الفيضيه مساحتها كبيره في امريكا الجنوبيه، يعني في سهول فيضيه كتير، من ضمنها سهول الامازون. تعد من اوسع السهول الفيضيه في العالم بسبب تعدد روافدها. يبقى سهول نهر الامازون ده مستر كبير عشان فيه روافد كتير جدا، ويجري بها نهر الامازون الذي ينبع من جبال الانديز في الغرب ويصب في المحيط الاطلنطي شرقا. تعال نشوف الكلام ده. بينبع من جبال الانديز وبيصب فين يا مستر؟ في المحيط الاطلنطي. فين يا رجاله بقى؟ اهو نهر الامازون اهو. شفت الروافد بتاعته كتير ازاي يا رجاله؟ كل دي روافد نهر الامازون كتير قوي يا رجاله، عشان كده قلت لك هو ايه؟ مليان روافد، بيصب من الجبال، منبعه من جبال الانديز وبيصب في المحيط ايه؟ الاطلنطي. حبايب قلبي في مشكله؟ طيب، يجري بها نهر الامازون الذي ينبع من جبال انديز في الغرب ويصب في المحيط الاطلنطي شرقا، وتقصر بها المستنقعات، فيها مستنقعات كتير برضو وبرك، كما تغطيها مساحات كبيره من الغابات المداريه ايه؟ المطيره. السهول الساحليه يا صديقي، عندي سهول المحيط الهادي. خد بالك تاني، تتسم السهول الساحليه الغربيه في قاره امريكا الجنوبيه بالضيق. تخضش يالا، انا قصد اخدك اصلا. ليه يا مستر تتميز بالضيق؟ قال لي بسبب اقتراب سلاسل جبال الانديز. يا مستر والله انا اجيبها لك تاني اهو. شفت جبال الانديز عامله ازاي؟ جبال الانديز مليانه، صح ولا لا؟ جبال الانديز مليانه في المحيط الهادي اهو، فهي ضيقه ليه؟ عشان اقتراب حافات ايه؟ الجبال. اقتراب حافات ايه يا صديقي؟ الجبال. تعالى بقى نكمل يا حبايب قلبي. يبقى لو جه قال لي علل او بما تفسر او دلل تتسم بانها شديده الضيق، اقول له بسبب اقتراب سلاسل الانديز من ساحل ايه؟ المحيط. بيقول لي يا صديقي سهول المحيط الاطلنطي. مالها سهول المحيط الاطلنطي؟ قال لي سهول المحيط الاطلنطي تتسم باتساعها. قال لي لان هي اصلا يا مستر سهول المحيط الاطلنطي ما فيهاش زي جبال الانديز كده. احنا قلنا في الناحيه بتاعت المحيط الهادي ضيقه عشان حافات جبال الانديز، لكن يا صديقي في الاطلنطي هي واسعه. في الاطلنطي هي مالها؟ هي واسعه. يبقى تتسم باتساعها وانبساطها، كما تنتشر بها المستنقعات وتكثر بها الموانئ الطبيعيه بسبب كثره الخلجان والتعرجات المائيه يا حبايب قلبي. يبقى سهول المحيط الاطلنطي تتسم باتساعها وانبساطها، كما تنتشر بها المستنقعات وتكثر بها الموانئ ايه؟ الطبيعيه. بص يا صديقي بقى الصدوق، تتشابه السهول الساحليه للامريكتين. بيقول لي تتشابه السهول الساحليه للامريكتين. قال لي لان في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه من ناحيه المحيط الهادي فهي ضيقه، بسبب في امريكا الجنوبيه جبال انديز وفي امريكا الشماليه جبال ايه؟ روكي. لكن لو هتيجي نبص من ناحيه شرق امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه من ناحيه المحيط الاطلنطي فهي واسعه بسبب كثره الموانئ والخلجان، صح؟ يبقى السهول الغربيه المطله على المحيط الهادي تتسم بالضيق بسبب اقتراب الجبال، لكن السهول الشرقيه المطله على المحيط الاطلنطي تتسم بالاتساع ووجود الموانئ. نفس الكلام اللي قلته لك. قال لي يا صديقي في جزيره تنتشر كثير من الجزر في قاره امريكا الجنوبيه مثل جزر فوكلاند في المحيط الاطلنطي. جزيره ايه؟ فوكلاند في المحيط ايه يا مستر؟ الاطلنطي، ودي موجوده في امريكا الجنوبيه. تعال نوريها لك.
هي مش مكتوب اسمها بس انا هكتبها لك. شفت الحتتين دول كده؟ دي يا شباب اسمها جزيرة فوكلاند. جزيرة ايه؟ فوكلاند. تمام كده يا رجاله؟ انا كده يا رجاله خلصت امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه بكل حاجه بسلطاتها بابا غنواتكا. يلا نشوف بقى كده ايه مع بعض. قاره ايه؟ استراليا. مظاهر سطح قاره استراليا. تعالوا نشوف كده مع بعض. الجبال. قال لها يا صديقي استراليا هاديه، على هادي يا زبادي. استراليا بتقول لك ايه يا رجاله؟ على هادي يا زبادي. قال لي يوجد في استراليا العديد من السلاسل الجبليه ومن اهمها جبال الحاجز الكبير. جبال الحاجز الكبير. جبال الحاجز الكبير التي تقع في شرق القاره وتكسوها مساحات كبيره من الغابات. يبقى جبال الحاجز الكبير موجوده في شرق استراليا، تكسوها العديد منين؟ من الغابات، وتسقط عليها الامطار، لذا تنبع منها الانهار الكبرى باستراليا. يبقى جبال الحاجز الكبير دي يا مستر لئيمه، هي كبيره موجوده في شرق القاره وبينبع منها الانهار وتكسوها مساحات كبيره من الغابات، كما انها منطقه جذب سياحي لممارسه رياضه التزلج والتسلق على الايه؟ على الجبال. تعال ما نشوف جبال الحاجز الكبير كده. ايه يا رجاله؟ جبال الحاجز الكبير اهو مليانه غابات فعلا، تسقط عليها امطار وبينبع منها الانهار زي نهر ميري ونهر دارلينج. نهر ميري ونهر دارلينج. يبقى نهر ميري ونهر دارلينج. نهر ميري ونهر دارلينج. نهر ميري ونهر دارلينج. نهر ميري تحت، نهر دارلينج من فوق. الاثنين بينبعوا من ايه؟ من الحاجز ايه؟ الكبير. تمام؟ وخد بالك حاجز الكبير ليه اهميه، منطقه جذب سياحي لممارسه الرياضه التزلج وتسلح الجبال. الهضاب يا صديقي الصدوق، اوعى تنام مني، احنا في اخر درس بس مش عايزك تنام مني يا صديقي، فوق. الهضاب دلل يسود استراليا المظهر الهضبي. استراليا بيسودها المظهر الهضبي لان فيها الهضبه الغربيه، حيث تشغل هضبه غرب استراليا نحو ثلثي مساحه القاره ويغلب عليها الطابع الصحراوي. هي فين يا عم زياد؟ وريها لنا. ايه يا صديقي؟ الهضبه الغربيه واخده نص مساحه القاره. بص عريضه ازاي؟ عريضه قوي، صح ولا لا؟ واخده مساحتها قوي، فارده جسمها قوي، يبقى واخده نص مساحه القاره فعلا يا عم زياد، صح؟ طيب يا صديقي تعالى بقى يا عم زياد نشوف السهول. تمتد السهول الساحليه بقاره استراليا على شكل، لا ثواني بس، احنا قلبنا كده، لازم نرجع في الحته دي. السهول الفيضيه الاول يا عم. ايه ما صدقت؟ ايه السهول يا رجاله؟ السهول الفيضيه مساحات محدوده من السهول الفيضيه. ايه ده؟ انت قلت لي في قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه فيها مساحات حلوه، فيها سهول كتير. قال لي لا، استراليا غير والله شويه. استراليا مساحاتها محدوده من السهول الفيضيه. ليه بقى؟ لان الانهار اللي فيها انهار موسميه، يعني ممكن الانهار دي في موسم فيها ميه، فيها مطر كتير، في الموسم الثاني ما فيهاش ميه. اصلا كده الانهار فيها قليله، هم نهرين، ميري ودارلينج. ميري ودارلينج. ميري تحت دارلينج فوق، ميري تحت دارلينج فوق، ميري ودارلينج. هم نهرين بس اللي موجودين في استراليا، فقله الانهار. يبقى يا مستر ليه يا مستر السهول الفيضيه قليله في قاره استراليا؟ قول له بسبب قله ايه؟ الامطار، الانهار الدائمه في القاره، ومعظم انهار القاره انهار ايه؟ موسميه. ويعد نهري ميري ودارلينج اهم انهار القاره، وبيصبوا في الخليج الاسترالي ايه؟ الكبير. بيصبوا فين يا رجاله؟ في الخليج الاسترالي اهو، ميري ودارلينج. الانهار ايه؟ بتصب فين؟ وهي بتنبع من الحاجز الكبير وبتصب في الخليج الاسترالي ايه؟ الكبير. تمام يا رجاله؟ نخش بقى على السهول الساحليه، اخر حاجه، خلاص خلصنا كده. تمتد السهول الساحليه بقاره استراليا على شكل شريطي حول القاره، وفعلا شكلها شريطي. علل او بما تفسر او دلل تتسم بانها ضيقه من ناحيه الشرق. خلاص المفروض ما جاوبش انت اللي تجاوب، تقول لي بسبب اقتراب حافات جبال الحاجز الكبير من الساحل يا صديقي. يبقى الاقتراب جبال الحاجز الكبير من الساحل المحيط الهادي. طب عندي جزر في قاره استراليا، قال لي عندي جزيره يا صديقي اسمها تسمانيا. اسمها ايه؟ تسمانيا او تيسيمانيا. اوكي؟ في جزيره تسمى جزيره ايه؟ تيسيمانيا. يبقى انا عندي الجزر ايه يا مستر؟ عندي في امريكا الشماليه جرينلاند. 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 امريكا الجنوبيه فوكلاند. 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 استراليا تسمانيا. تعد جزيره تسمانيا من اشهر جزر قاره استراليا، وتتميز بجمالها الطبيعي وتنوع
تدارسها. وبكده يا صديقي حبيب قلبي طالب تالتة اعدادي، خلصنا اول درس يا صديقي الصدوق، وان شاء الله اشوفكم على خير الدرس التاني يا صديقي. اوعى تنسى يالا، اديني بفكرك يا سبسكرايب للقناه، تفعل زر الجرس يا صديقي، ولايك للفيديو وتشيره لكل الناس عشان اعرف يا صاحبي انزل لك الفيديوهات يا صاحبي. وما تنساش يا صاحبي تدعو لوالدتي حبيبه قلبي بالرحمه والمغفره يا صديقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جود لك. سلام.